السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي العزاز، في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على الحسن اللي حيد دراسة العقل. ايوا حيد دراسة العقل، ماشي دايره، راه حيدها. الناس اللي كيقولوا ليه بلا فلسفة وصوب الحفصة بيت النعاس. زعما الصراحه الله، واش هاد الكلام خاصو يتقال لواحد الانسان اللي هو اصلا مزوج ووالد؟ غيبقاو الناس يدفشوا فيه ويركلوا فيه وديروا فعل وترك. صعيبه شويه هاد القضيه، وماشي فيديو ماشي جوج. وكاين اللي قال ليه شفتي الحسن خوتك وعيالاتهم ما تبعوك بنقير، ما حسدوك ملي سافرتي، المهم حتى قنعتي، درتي اللي بغيتي ودرتي، حتى شبعتي. المهم ما كيحشيو فيك هضره، ما كي سميتو، ما المهم ما تابعينكش. وعطاوك درس. ملي ترجع قالوا له خاصك تحيد منك دوك المعاني الخاويه اللي ديك المهم حشيه الهضره اللي كتضل تابع بها خوتك في القناه. يعني انت مشيتي سافرتي على خاطرك، تبرعتي، حتى واحد ما قال لك الحسان وخلانا ودار لينا وفعل لينا وترك لينا وهذه. المهم غادي نهضروا خوتي العزاز على البنات، على تيتيش، وعلى سميتو اللي الصراحه الله حتى هي المهم ناويه تخرج بحال فاطمه الزهراء. المهم هاد العام هذا المهم اللي تحت ليه الفرصه كيطير. رشيده بصح اللي يمكن ما غاديش تسافر، هي اللي غادي تبقى، لان هي عاوتاني عندها واحد السفر نوع اخر، شي حاجه اللي كتمناها وزوينه بزاف بحال سافرات. المهم الخوت، غادي نهضروا حتى على العشعوش. العشعوش اللي قالت سميتها لعجوزتها انت هي القناه، انت هي اللي مطلعه القناه، انت هي 7 المليون اللي جات في القناه، وانت هي الكل في الكل. ايه وقالت لها راه كنرجع كنت كنتفرج في الفيديوهات القدام، وانت هي كل شيء. يعني كتدفع الكلاشات لسميره. امي كبوره حتى هي بغات صغار. هي بغات صغار وسميتو، وكيحشيو لسميره الهضره على البوتوكس وعلى الفيلر وعلى المهم الفلتر وما جاورهما. وقال لك سميره اللي كتلمح انها يعني لقات صعوبات، لقات بزاف د الحوايج وغادي ترجع بحالتها، ما قداتش على فرنسا. المهم الخوت، ديروا اللايكات، خليونا رايكم في التعاليق ودوبلوا التعاليق، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم والف مرحبا عزاز وغاليين، والله كثر خيركم على المسانده والدعم ديالكم لا مشروط. وشكرا للناس اللي كتخلي لنا كلام طيب، وشكرا للناس اللي كتقول لك ما لقيناك بمشقه الانفس. فين كنتي، فين غبرتي؟ الصراحه الخوت انا راه ما غبرتش، والدليل راهم مازال المتابعين حاصلين في الفيديوهات القدام، مازال ما التحقوش بينا في الجداد. المهم مشكورين جميعا. نتمنى اننا نتجمعوا في فيديو واحد وتكون يعني كان ملي كيجيوك كيعطيوك واحد الحماس جديد، وكيعطيوك واحد الشحنه حتى انت باش تزيد لقدام، وباش تزيد يعني تعطي واحد الرياكسيون اللي هي زوينه وتوصل الصوره كما يجب. يعني نتمنى انه يلتحقوا بنا. وشكرا للجميع وشكرا لكم على الدعم، والله العظيم الا خوت. شوف راه الله الا الشكر قليل في حقكم، وحب الناس ما كيتباع ما كيتشرى، وهذه حقيقه. والله يكثر خيركم والله يجازيكم عنا خير الجزاء. وتحيه الاخت سناء سميتها الشونيه، خلات لي تعليق مسكينه ودخلت عندي القناه. الله يكبر بك، شكرا لك من القلب. صراحه الله، خدمي على راسك، زيدي لقدام وخلي الناس تبغيك بالمحتوى ديالك وبالطيبوبه ديالك، واجتهدي على قناتك. صراحه الله راه القناه راه ماشي قضيه راه غير كنتلفوا الوقت، ولا مثلا اصحاب المحتوى راه ما كيتلفوش الوقت. راه القناه راه فيها مدخول كبير، وتبارك الله الا شدات وكتبارطاجي كل نهار فيديو في القناه، راه والله العظيم الا يعني راكي غادي تشوفي النتائج. والانسان خصو يتقاتل ويصبر على خبيزته الطيب، وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا لك من القلب.
المهم خوتي العزاز، غادي نبداو بالحسن اللي درست العقل دراتو. ياك ما تسطيتي، ياك ما حيتي درست العقل وما بقاش عندك العقل، هنا ماشي سوقنا. المهم هنا كنعرفوا ان حفصه ضربت تماره كرفصات، المهم جرات وجرات اييه ومسكينه ما لحقات والو. هذه حقيقه، هذه حقيقه. اللي بغاها بغى، اللي بغى يسمعها راه هي هذه، واللي ما بغاش يسمعها بلا ما يسمعها. اللي بغى يسد ودنو عليها الله يعاونو، ولكن السيده مسكينه راها تقاتلات وضربات تماره وشوف. هنا غادي نجاوب حتى على واحد السؤال اللي شي وحدين كيقولوا لهم علاش كتقولوا حفصه صباره، علاش اشنو خاصها، اشنو دارت في ملك الله، علاه مالها محقوره، شكون اللي حقرها، ياك واكله شاربه مسافره، شنو خاصها، نقيه دايره فاعله تاركه. اول حاجه الصراحه الله انا معاكم وما معاكمش، انا معاكم في هذه القضيه هذه وما معاكمش في نفس الوقت. شوف حفصه صباره، صابره على الحسن، صابره على عائلته، المهم كتعامل وكتعاون وحانيه الراس ودايره الخاطر الصغير والكبير، هذه كاينه. واكله شاربه كاينه، لابسه نقيه في حالتها كاينه، ولكن ما عندهاش حقها. كيفاش هذا الشيء كامل وما عندهاش حقها؟ ما عندهاش حقها علاش الخوت؟ خصكم تعرفوا علاش. راه الناس ما كتهضرش من الفراغ، الناس اللي كيقولوا لك محقوره راهم ما كذبوش، راها حقيقه. علاش كيقولوا سميتو حفصه محقوره رغم انها واكله شاربه نقيه كتسافر، وداكشي اللي كيدار البنات كيدار ليها من غير الدار وبيت النعاس. شنو كيدار ليها؟ كياكلوا بحال كيتكساو بحال كيسافروا بحال كيمشيو للعراسات بحال المهم. ولكن في واحد الجانب ماشي بحال هو الاستقرار الدار، وتا هي يبان ليها حقها ما كاينش. وعلاش الناس كيقولوا محقوره؟ ماشي حتى على ما عندهاش محقوره حيتاش سميتو بالنسبه لصحاب اليوتيوب، وبالنسبه للمراه بصفه عامه، راه شكون هو النفاق؟ هو الراجل. شكون هو القوام؟ هو الراجل. ملي المراه كتشارك حتى هي كتكون في سوق الشغل وكتشارك مع الراجل، ما كيبقاش هو النفاق، ما كيبقاش هو القوام. كينفق ولكن ماشي قوام، لان كتمشي له القوامه ملي كتدخل المراه معاه في المصروف 50-50. ولكن عادي الا كانت هذيك المراه اللي كتجيب كل شيء، يعني ما بقات لا قوامه ما بقات لا نفقه، لان هي قايمه بشغلها، قوامه على راسها، كتنفق على راسها. وبالخصوص الا كانت هي كتدخل وما كتشدش. واش فهمتوا المقصود ولا ما فهمتوش من الناس اللي كيقولوا لكم محقوره؟ يعني انا مثلا كنخدم، انا كيدخلوا على ظهري الفلوس، كنضرب تماره ما كنقولش لا، كنخدم كنطلع كنهبط، المهم فين ما تعيطوا لي كيلقاوني انا الاولى. المهم ما عام ما عامين ما ثلاثه ما والو، ما درت دار، ما درت بيت نعاس، ما درت طوموبيل، ما درت ما بان عليا والو. يعني واش كنتسمى محقوره ولا ما كنتسماش محقوره؟ هذا الراجل لو كان انا كان سميتو مخبعه في البيت ديالي ما كيشوفني حد، ما كنضرب تماره من غير ان داك الشغيل ديال الدار ونقابلت وليداتي وهو كيجيب لي ما ياكل ما كيجيب لي ما ناكل وكيصرف عليا، اذا نحمد الله ونشكرو. المهم راضيه بداك الشيء اللي كيجيب لي راجلي الحمد لله، ما عنديش نزيد اكثر. وانما فاش انا كنولي انا اللي كندخل الفلوس وانا على ظهري كيدخلوا وانا هي الكل في الكل وفي الاخر ما عندي والو، كتسمى هذيك حقره ولا ما كتسماش؟ حفصه لو كانت دايره قناه بوحدها راه تشوفوها حاجه اخرى، ماشي غير الذهب كتحسبوا لها راه عندها الذهب، وهذاك غيكون الذهب، غتكون الدار، غيكون الاستقرار، غتكون الطوموبيل، غتكون دارت بزاف د الحوايج، غتقدر دير مشروع تخدم فيه، غدير المهم غيبان عليها خيره. حفصه مازال ما بانش عليها خيره، فهمتوا؟ حفصه ما بانش عليها خيره، مع العلم ان رشيده وتيتيش يعني قطعوا واحد الاشواط اللي هي كبيره بالنسبه ليها، هي ما كانش. هادو هما الناس اللي علاش الناس كيقولوا لك حفصه محقوره، لان هي دايره بحال داك المراه اللي كيصرف عليها راجلها. المهم واكله شاربه وماشيه معاه بما يرضي الله على حساب جيبو، على حساب داكشي اللي سخاه به الله وعلى حساب جيبو، مع العلم ان راه هي اللي كتجيب كلشي وهو كيديرو في الجيب وكيبقى يعطيها بحال هو اللي كيصرف عليها. يعني فهمتوا المقصود ولا ما فهمتوش؟ يعني كيبغي الا بغى يدير الحاجه كيديرها، الا ما بغاش يديرها ما كيديرهاش، مع العلم ان هي راها جايبه الحصه الثقيله ديالها. فهمتوا؟ يعني كل شيء في يدو، ولكن كتمشي هي على هو
هذا ماشي يعني يعني بغينا كنقولوا لها زعما خرجي من الطوع ديال راجلك، لا، ولكن كنقولوا لراجلها ان هذاك الرزق ديالها خاصها حتى هي تكون عندها دار، يكون عندها بيت النعاس ديالها، يكون عندها حتى هي بحالها بحال الناس. يعني واش هادشي معقول ولا لا؟ المهم خصكم غير تفكروا شويه وتحلوا عقلكم، غير تبان لكم الصوره. ماشي قضيه نتوما غير مقابلين حفصه وانتوما كتقولوا محقوره. راه الناس ما كتقولش محقوره من فراغ، راه خص بنادم يشوف قدامه ويشوف بعيد. محقوره ما محقوراش، لابسه واكله شاربه ما خاصها حتى شي خير، مي ما عندهاش حتى حاجه في يدها، مع العلم ان هي اللي مدخله على ظهرها كتدخل الاموال الطائله. كاينه ولا ما كايناش؟ حتى هي راه عندها الحصه الثقيله في دوك القنوات، لا في ولد ام حليمه ولا في الزهره ولا في قناه محبوبه. وغادي نرجعوا عاوتاني لقناه محبوبه اللي صراحه الله شي وحدين قالوا له ايوا يا الحسن، ايوا عندك ترجع للدار ونشوفوك عاوتاني كتضرب المعاني. ها انت خرجتي على خاطرك، سافرتي على خاطرك، صحتي حتى شبعتي، درتي حتى شبعتي، ما كاينش اللي يهضر معاك، ما كاينش قال لك اش كدير، ما تبعوك معاني، ما هضروا عليك ما حتى شي حاجه، عاد بالعكس كيقولوا توحشناك ودرنا لك وفعلنا لك. ايوا تترجع وبقى في ديك الهضره الخاويه وفي المعاني. يعني خصك تجمع راسك هنا. فعلا ما تبعوش مزيانه هاد القضيه، ما هضروش عليه، كيهضروا عليه بالزوين وكيتوحشوا حفصه وهذه وهذه، ولكن ربما هما عارفين يعني هذاك السيد وهذيك السيده اللي هي حفصه وهذاك السيد اللي هو الحسن انهم شادين قناه محبوبه متحملين المسؤوليه ديالها. وفين ما كان الحسن كيبغي يمشي لشي بلاصه كيقولوا له بغيتي تمشي دي معاك القناه، بغيتي تمشي خصك المسؤوليه ديال القناه، ما كيبغي حتى واحد يشدها، حتى شي واحد ما يشدها. والحسن في البدايات وليومنا هذا كان كيقول الا خوا الدار ودا القناه يعني القناه هي محبوبه، ما خصوش يفرق الدار وما خصو يتصور العائله، لان قناه محبوبه كتصور العائله ما كتصورش واحد الكوبل وكان مضيع راسو ومضيع مرته بزاف ديال الحوايج. ولكن في هاد الصافره هذه لحالهم وقال لهم منكم ليها صافي، انا عييت، الله يعاون الله يعاون، سيروا هزوها ولا حطوها صافي، ما نبقاش انا محمل المسؤوليه ديالها وانا مضيع الحياه ديالي. الناس كتسارى، الناس كتفوج، كيخدموا في قناه الزهره ما كيبغيوش يخدموا معاه، حل لدرجه انهم ما كيبغيوش يهضروا في قناه محبوبه، لدرجه ما كيبغيوش السلام ما كيقراوهاش في قناه محبوبه، ما الافكار ما كيتعاونوش معاه، ما كيبغيوش كيخليوه منه للقناه. ولكن في الشهريه كيجاو ياخذوا النصيب ديالهم، كيجيو ياخذوا النصيب ديالهم. وداك الشيء علاش كيهضر الحسن زعما واش هذا الشيء زعما ما كيبانش، هذا الشيء راه حقيقه، هذا الشيء راه حقيقه وخاصكم تعرفوه. السيد الا كان كيتشكى راه من الضغوطات، الا كان كيتشكى من الاهمال، الا كان كيتشكى عاد كيزيدوا يكلاشيوه وعاد كيزيدوا يغرقوه وعاد كيزيدوا يعطوه للراس باش ما يهزش الراس، باش ما يجرش المشاهده، باش ما تطلع ليهش المشاهده. واش كاينه ولا ما كايناش؟ ماشي دابا غير حيتاش داروا لنا واحد جوج فيديوهات زوينين غادي نقولوا لهم حكا راه نتوما الكل في الكل، لا، راه عندهم راه كانوا غالطين، خص ما يبقاش داك الغلط. صافي شدوا القناه، ايوا يمشيو مع القناه، وحتى فاش يجي الحسن ما يعتمدوش عليه، خاصهم يعرفوا بان حتى هما خصهم يخدموا، الا كيتخلصوا كيشدوا النصيب ديالهم خصهم يخدموا، كلشي خصو يخدم في القناه. ومع ذلك ان قناه محبوبه بغيناهم نشوفوهم كاملين، يعني نشوفوا الطريقه ديال الاخر ديالهم كلها وطريقه الخدمه ديالو، وعاود فاش غيتجمعوا يعني هذا شويه الافكار، هذا شويه هذا شويه، كل نهار يخدموا بطريقه ديال واحد، كل نهار يجيب واحد الافكار ديالو ويحطها ويخدموا بها، يعني باش تمشي القناه من حسن الى احسن. المهم خوتي العزاز غادي نرجعوا لعند العشعوش. العشعوش الخوت اللي حتى هي صراحه الله هذيك العروسه جات من بعد 5 سنين، يعني ما عندها ما دير بالطريقه، ما عندها ما تسوقش ليها. انت جيتي عروسه جديده، هما تفارقوا مده 5 سنين، هذاك الراجل راه عنده وليدات، انت عارفه بان هذاك السيد راه ديجا مزواج ومطلق وعنده 4 الاولاد، يعني خصك تحترمي وليداته وتخلي العلاقه ديال الوليد ما بينه وبين وليداته وترجعي للور وما تدخليش فيه بينه وبين ولادو، الا عطاهم الا قلب فيهم الا مشى عندهم الا دار الا فعل. ولكن لا، حاشره راسها وحاشره نفاها وبزاف، يعني فيها الغيره كتاكل فيها، رغم ان السيد مطلق وهامل ولادو. والمهم راكم تشوفوا الكلاشات اللي ما بينها وبين اختو، ما بين لوسه
قلت لهم حنا عندنا واحد العلاقه زوينه حنايا مع بعضياتنا، عرفتي، ولا كنضلوا غير نهضروا كنضلوا غير. ولكن اللي ضحكني ويقتلني بالضحك هو المشاهدات، والو المشاهدات طاحت. المهم ما خلاو ما داروا، ما خلاو داك السلوك يداروا له، وداروا المقلب ويحشيو في الهضره، والو المشاهده ما بقاش ديك المشاهده ديال غير راه فيها الوجع ولا خلعاتنا وطلع 400,000 600,000، ما بقاتش تساست. لان اللي ما فاقش يفيق اللي ما فاقش يفيق. وبدايه الخساره منين جات؟ بدايه الخساره جات من جنس الجنين، وهي غاديه بدايه الخساره. وكملت عليه سميره ملي حطاتو ليه في السطل ولي جاي طل، وفرشات الانانيه ديالو، وفرشات بزاف د الحوايج والحقره ديالو، ان يعني اي خطوه بغات ديرها كيورك عليها، ولكن هو كيدير ما بغاو، رغم انها مطلقه بحال ما مطلقاش. سبحان الله، يعني تابعينها بحال التابعه في الحياه ديالها، رغم ان هي هزالهم وليداتهم لحمهم، خصهم يساعدوها. علاش يساعدوها؟ غير بالتقار. الشيء اللي عطاوها التقار راه ساعدوها. الا عطاوها، الا سميتو سكتوا عطاوها وفرقوا عليها، راه ساعدوها، ماشي يوركوا عليها ويخليوها هي حاصله مع وليداتها وحاصله في الاخر. وكنشوفوا ان الوليدات كيبغيو باهم، كيبغيو جدهم، كيبغيو الاخر، وهي بقات في الوسط. هي بقات في الوسط، ما بقات دير هكا، ما بقات دير هكا. قالت لك العشوش قالت لك العشوش راه سميتو خالتي هي القناه خالتك هي القناه، خالتك هي القناه. عرفتي ديك القناه ديال المنرة ديال سميره ما قالوها لكش مع العلم انك انت عارفه بان القناه ديال سميره، وان دوك الاخطاء ديال سميره اللي دارت ما درتيهمش نتي، وسميتو دخلتي غير كتبلحسي وشديتيهم من اليد اللي كتوجعهم، وشديتي عليهم بزاف. المهم خليتيهم تخواو لك المزيوده، وراوك اش خاصك ديري. والصراحه الله حاربتيهم بسلاحهم وطاكيتيهم ديال بصاح. ما كديري محتوى، ما كديري حتى شي حاجه. المهم انت كتحققي الاحلام ديالك، درتي الذوباز الدار لوالديك، ودابا جبتي هاد ولي العهد اللي هانتي شربكتيهم به. ما لقاو كيفاش غيديروا، كيفاش غيتفكوا، منين غيبداوها. المهم وما يقيسوك ما يمسوك. المهم كيديروا شغلهم بيديهم. وكملتيها وجملتيها انك كديري العود مع الشيخ والعجوزه باش يطيبوا، باش يديروا معاك الشغل ويطيبوا معاك الماكله. والله العظيم الا الصراحه الله الا نتيا درستي الموضوع مزيان، درستي الموضوع وعارفه شكون مطلع القناه، وعارفه شكون، لان انت جايه عن دراسه درستي الموضوع عن بعد وفهمتيه والقوالب ديالو، عاد دخلتي. راه شي واحد ما غيدخل ديك المعمعه بديك الطريقه الا عارف راسو راه ما غيخسرش. شفتوا؟ الا خرجت من عندهم وصيفطوها غدير عليهم قناه، وما كاين غير ارا برا، غضرب واحد عام ولا عامين غدير على الشولي. الا جلست معاهم المهم ما تبرد ما تسخن، المهم وفقسهم تقتلهم واحد غير بالفقصه حتى شي يطيح مشلل، شي يطيح كوما، والمهم هي تبقى صحيحه ومطرطقه عينيها. هذه هي الحقيقه ديال هذيك العشوش والله العظيم. لان ماشي سهله، وماشي شي وحده اللي جايه تعمر دارها، وماشي شي وحده اللي جايه تعاشر. راكم كتشوفوا كلشي بعينيكم، ولكن سبحان الله اللي فيهم ما هناهم لك لاشات حشيه الهضره الخبز. سبحان الله. يعني علاش؟ واش الناس كتكرهكم؟ الناس ما كتكرهكمش، والناس راه الناس كيبقاو يشوفوا انكم نتوما لا كرم لا جود لا مهلين في راسكم لا ماكله لا فيديوهات في شكل لا حتى شي حاجه، ما عندكم حتى شي حاجه. علاش الاخر يعني علاش الناس غادي تكرهكم اصلا؟ راه الناس هكا كتدخل تفوج وتضحك مع داكشي اللي كتشوفو كتمشي بحالها. يعني ما لا عيشه نقيه، لا الدار يطيح فيها الفريد الزوامه، ما كاينه حتى شي حاجه، ما كايناش الحياه منعدمه في ديك البلاصه باش نكونوا واضحين. هذه الحقيقه. علاش؟ لان ربما دوك الوليدات اللي تابعينهم في الحياه ديالهم، ربما الذنوب ديالهم هي اللي رجات لكم الحياه ديالكم. علاش؟ يعني راه دوك 4 الوليدات راه ماشي ساهلين، راه 4 الوليدات ماشي ساهلين.
الام ديالهم خليتوها تخوي البلاد رغم انها عندها الاستقرار في بلادها، بدارها بخيرها بخميرها بقنواتها، ما خاصها حتى شي خير فلوس، كتشير وسمحت في كلشي وهربت ومشات. شي وحدين كيقول لك راه كتستعد باش ترجع، ما كتستعد باش ترجع ما والو. السيده ضاربه حساباتها قبل ما تمشي وعارفه شنو كاين وعارفه فين كتصدم، وما غاديش ترجع هي وليداتها، وغادي تخدم وغادير المشروع ديالها هي وختها، وغاتقري وليداتها وغتمشي للقدام. ما غاديش ترجع نهائيا حتى يرجعوا ولادها من تما كبارين بقرايتهم بدبلوماتهم ولا بالوظائف ديالهم. وهنا نتوما وسميره ماشي كتحدى البشر، كتحدى النفس ديالها، كتحدى راسها انها قادره انها تعيش في احسن عيشه وبلا راجل وبلا سند وبلا حتى شي حاجه من غير الله سبحانه وتعالى والمتابعين العزاز ديالها. هاد الشيء فاش طامعه هي في المتابع والله سبحانه وتعالى، وباغا توصل وليداتها. يعني شي وحدين قالوا لك راه هاجرت غير باش تزوج يضحكوني. شي وحدين قال لك هاجرت غير باش تزوج، هي دابا حرفت ليها تزوج هنا راه تا هو تزوج على شنو الفرق بينه وبينها؟ غادي يقدر يدي الدراري واخا تحطهم له ولا لازم، هو دابا راه بالفرحات عليه حيت جداتو مبعدات تهنى من ديك جي. معليش ما كيجيش هو غير خوفا من البشر، هو راه واش كيجي محبه فيهم؟ واش كاين شي واحد اللي كيطلع على ولادو ما كاملاش نص ساعه ويهرب؟ هذاك راه ماشي محبه. لو كيبغي وليداتو يبات سميتو يبات معاهم، يمشي يشري لهم دار ويبدا يديهم للدار ديالو وينعس واحد منا وواحد منا وواحد منا ويضرب وليداتو ويقلع منهم الشوك ديالو. ولكن هو ما مسوقش، دون تسوق للوليدات. المهم الخوت مكبوره بغات صغار مكبوره بغات صغار ما كايناش يلا هضره للفيلتر. شوفوا راه الله سبحانه وتعالى راه الجسد ديالنا راه امانه عندنا، راه الجسد ديالنا امانه، خصنا نحافظوا عليه، خصنا نقيوه، خصنا نتهلاو فيه، خصنا بزاف د الحوايج. والسيده ما كتعوج ما كدير حتى شي حاجه، كتعتني بالبشره ديالها من حقها، سميتو كتحاول انها حيت هي اصلا عندها قناه وداكشي كتبغي يعني تطلب واحد الوجه بشوش وواحد الحاله وعندها الامكانيات. علاش ما دارت شي حاجه ولا عوجات خلقه الله؟ لا، غير عنايه. راه العشعوش الا ولدت راه تهرقمات قبل ما تولد، راه مازال ما ولدتش، مازال عاد الولد الاول في كرشها، هي تهرقمات. وشوف المراه اللي والده 4 الاولاد تبارك الله راهم كبارين، شوف كي دايره بالتهلاو، ومن حقها تهلا، وهذا واجب علينا اننا كامل خصنا نتهلاو. اما مكبره كبرتي وشرفتي، شوفي والله العظيم الا تحيا امي عليمها الله يطول في العمر ديالها مسكينه، قالت لك انا ما بغيت زنان ما بغيت بزطام، بغيتها وليداتي نتساروا ونخرج نفوش معاهم. والله العظيم هي اللي فاهمه الحياه وكتعرف بان راه النهار اللي فات ما كيرجعش، وخصها تكون في وسط وليداتها وفرحانه والعريسات دايرين بها. والله العظيم الا الله يطول في العمر ديالها خلي لها ولادها، الناس اللي فاهمين. اما الناس اللي يعني عامرين القلب ديالهم كحل كيطرون راه صعيب، والله العظيم الا صعيب. علاش؟ لان الانسان ما كيصفيش، كان صافي الخواتيم صعيبه تختم لك بحال هذا الشكل هذا يحسن عوانك ولادك ما يخرج فيهم. ما انت تشوف يعني الفرق. كاين واحد مهلين فيه وليداته دايرين به، مهلين فيه معتانين به مقلبين له على راحته، وواحد ولادو دون تسوق، راه بغات هي البوماده ديال العينين ولا تحت العينين، ولا راه بغات الدواء العينيه، شكون يجيبوا لها، شكون يديها دير ترويض ليديها، شكون داها فيها. ها هي قالت لك العشعوش امي كبوره هي مولاة القناه، وراه هي مولاة القناه هي وسميره طلعوها. شنو طلعوا الخموس في تولد في الخموس هذاك الشيء اللي داو بجوجات بهم، حتى واحد ما دا شي حاجه، لا سميره ولا مكبوره، كلهم خرجوا يعني يدوراو للقدام. مكبره مازال تحرت ما دات والو، لا حج لا ترويض لا تهلو لا حتى شي حاجه. كيما خرجت سميره الام ديالو ما مهليش فيها، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم خوتي العزاز، هنا كيتسالى الفيديو ديالنا وكنشكركم جزيل الشكر. خليونا رايكم في التعليق. شكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله.